ملايين الملايين عشان يقدروا يحققوا بطولات. طب هسألك سؤال في الحتة دي يا كابتن أيمن، مين يختار اللعيبة الجدد؟ هل رئيس النادي ولا عضو مجلس إدارة ولا ناس فنيين ولا المدير الفني؟ ما ينوب عن مجلس الإدارة، رئيس النادي، عضو مجلس إدارة مع لجنة فنية، وفي الآخر مجلس الإدارة اللي بيوافق مع لجنة فنية. مع لجنة فنية، ده الطبيعي. وده اللي نادي الزمالك كان ماشي بيه على طول. مع الراجل اللي هيشتغل معاه، مع الراجل، مع المدير الفني اللي هيشتغل طبعا، مع الجهاز كمان. يعني اقتراحك تبقى في لجنة فنية مع المدير هسمعك يا مرتضى بيه. هسمع حضرتك. ايمن يونس اساله في مرتضى جاب مدرب او لاعب من غير ما ياخد رايك انت وحازم وفاروق جعفر؟ ما حد. ومين قال لك ان حد اتهم حد بحاجه؟ عمرنا ما اتهمناك احنا بحاجه خالص. ثانيه واحده يا كابتن، احنا رحنا لقينا المدربين، ما فيش حد. كان معانا احمد مرتضى في المرتين، وكان معايا الكابتن فاروق جعفر مره، وكان معايا حازم امام والكابتن فاروق جعفر مره. كويس. هو دي المرتين كان وانتوا اللي اخترتوا اللعيبه؟ لا، احنا اخترنا المدير الفني. المدير الفني. لا انا بتكلم على اللعيبه. لا ما اخترناهمش. طيب مين بيختار اللعيبه؟ قول يا كابتن علي اتفضل. سياده المستشار ازي حضرتك يا فندم؟ لا اتفضل كابتن علي عايز يقول حاجه. اتفضل يا كابتن علي. سياده المستشار، يعني انا شايف ان دايما اختيار عشان ما فيش مدير فني يجي يقول لك مش انا اللي جايب اللعيبه دي، ده مهم جدا. هو الراجل المسؤول، هو اللي يختار اللعيبه عشان ما يجيش بعد كده يجي يقول لك ايه، هيجي يقول لك اقل كلمه يا سياده، هيجي يقول لك اصل انا دول مش انا اللي مختارهم، ده انا مش عايز ده، لا ده لعيب وحش. لا، انت اللي مختار اللعيبه وتبقى لعيبه كويسه. انت بتلعب لان هو بيختار لعيب بناء على ايه؟ بيختار لعيب بناء على طريقه لعب. اسمعك يا مرتضى بيسمعك. بناء على طريقه لعب المدير الفني وفكره هو. فانا مثلا بلعب، انا عايز مثلا طرفين صراع، انا عايز ديفندر، 2 ديفندرين مختلفين، انا عايز فيرود بيجيب جون، احصائيات الاجوان بتاعته مثلا بيكون بيسجل لي في الدوري احصائيات اجوان عاليه جدا، تجيبه لي. هو يقول لك وحضرتك بقى ايه يعني، يقول لك انا عايز لعيبه وحضرتك تجيبه عشان تعرف تحاسبه. يا كابتن مدحت اتفضل. اللجنه الفنيه اللي بنتكلم دي لجنه بتتابع طول السنه، لان قد المدير الفني يتغير برضه في اي وقت من السنه. لكن اللجنه الفنيه معاها حد من مجلس الاداره المشرف على الكرة من قبل مجلس الإدارة. ما في الآخر مين اللي بيدفع الفلوس ومين اللي بيدفع على التعاقد؟ مجلس الإدارة. بس اللجنة الفنية للجزء الفني هي اللي بتقوم بدورها. طب يبقى 3-4 أفراد هم اللي السؤال بقى هنا يا مرتضى بيه، وأنا شايف المناقشة دي جميلة جدا. من يختار لاعبي نادي الزمالك؟ مرتضى بيه خط قطع يا جماعة ولا إيه؟ مرتضى بيه طيب معايا مرتضى بيه؟ يعني برضه شوف اطلبه تاني. هو معايا مرتضى بيه. اتفضل يا مرتضى بيه اتفضل. لا الخط بيقطع، هيك اتحرك في مكانك شويه. لا الخط بيقطع. الصوت واضح كده. هيك روح ناحيه شباك، الصوت واضح كده زي الفل. اتفضل. طيب الاخ محمد حلمي طلع وقال انا اللي اخترت اللعيبه اللي قاعده وانا اخترت اللعيبه اللي مشي. تمام. حد يختلف عن حسام باولو هداف الدوري عليه؟ لا احنا حد يختلف ثانيه واحده، حد يختلف على كهربا لما جبناه؟ حد يختلف على ايمن؟ يعني كل اللعيبه اللي انت بتتكلم دي مدرب اختارها. علي ماهر بقى سال سؤال دلوقتي، الراجل قعد معاه من 4 ايام وقال مين يمشي وعايز مين، وبناء عليه اللي عايز يمشي كتبناه في ورقه، بس طبعا ما رضاش نعلن عشان الماتش طبعا. واللي قال انا عايزه احنا تعاقدنا معاه. ايه المفروض اعمله تاني يا كابتن؟ طيب حلو الكلام جدا. يعني اذا اللي اختار كل اللاعبين اللي جم نادي الزمالك هم المديرين الفنيين واللي اختار اللي مشوا المديرين الفنيين. طيب واللي اختار اللي يعني بس عايز مثلا خالد قمر مثلا. تمام. ما بقروش انا باخد راي الجهاز الفني. انا كده. احمد سمير جهاز فني، ما عنديش لاعب تم عرضه او بيعه نهائي او شراؤه الا اذا كان الجهاز الفني. طيب حضرتك قلت ان في 7-8 لعيبه لا يستحقون ارتداء تيشيرت ابيض، هل هذا هو سوء اختيار؟ اكمل كلامي دلوقتي. هل دلوقتي المشكله في المدير الفني؟ خلينا نتكلم بصراحه. ولا في القماشه اللي عند المدير ده سؤال الفني؟ مهم، هتجاوبني عليه. عايز حد يجاوبني على السؤال ده، فني انا مش فني. هل المشكله في المدير الفني ولا في اللاعبين اللي اختارهم؟ اللي مع المدير الفني. طيب مين يجاوب على السؤال ده؟ كابتن علي. انا بعد اذنك برضو يا سياده المستشار، انا شايف ان حضرتك لازم توضب بيتك الاول اللي هو الحته الفنيه اللي حضرتك دايما بتقول ردوا يا فنيين. انت هتختار 3-4 مع واحد من مجلس الاداره مع المدير الفني، وتبتدي عمليه الاحلال والتجديد اللي حضرتك بتتكلم فيها.
وهو ده بالطريق المباشر اللي هيدي عمليه الاحلال والتجديد المقبوله لنادي الزمالك اللي لازم يرجع ينافس على البطولات. لكن اللي بيحصل ان في غياب اللجنه الفنيه اللي لازم تبقى مستقره زيها زي المدير الفني تقعد 2 3 سنين، في غياب اللجنه الفنيه دي العمليه ماشيه، كل مدير فني عايز لعيبه وبكواليتي بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ايمن، كل مدير فني خليني اقطعك ثانيه واحده، بيدخل 3 4 لعيبه بيسببوا مشاكل للنادي، عايز اقطعك ما بيساعدوش النهارده. اسال سؤال سمعت الاول بعدين. اتفضل. انا لما جبت علي فتحي مش كان احسن باك شمال وصيب؟ ايوه. طب بس كان لازم يبقى في لجنه طبيه، لان دخل عند حضرتك 4 لعيبه عندهم اصابات مزمنه يا سياده المستشار. ده لاعب متوش على يعني مسعد وعلي فتحي، قول لي مين كمان الاسماء اللي كلهم داخلين عندهم اصابات ما لمسوش الكوره. لا مش مزمن. مسعد اول ما جه قال انا عندي في كذا في الركبه غضروف، اعمل عمليه من فضلكم اتفضل. فجه مجدي ما كانش مصاب، وجه محمد مجدي لا وما كانش مصاب. هل انا برضو كان عنده اصابه مزمنه، وبيتقال ان في لعيبه جديده تعاقد معاه الزمالك برضو عندها اصابات مزمنه. حسن عمل معانا مشكله لما جينا نجيب محمد مجدي، قال لك ده نص فريق المصري. هو محمد مجدي الحقيقه لاعب رائع، كل ده مكشوف عليه. محمد مجدي لاعب اللي اجيبه بقى يطلع مصاب. يعني بعد اذنك لعب ماتش واثنين وثلاثه واربعه وعلى مستوى عالي وجات له اصابه، دي برضو في ايد انا. لا محمد مجدي لا مباراه عليه. كانت اصابه متكرره، انا اقصد برضو يا سياده المستشار عشان اتعاقد مع اي حد او اي لعيب جديد يخش نادي الزمالك لازم اول حاجه الكشف الطبي، مش انه يجري في الملعب ولا يقيسوا ضربات قلب، لازم التاكد من الهيستوري بتاع اصاباته. بص الوحيد اللي كان مصاب وجه قال انا مصاب واعمل عمليه وكان عنده الامانه مسعد، وفعلا عمل العمليه، سافر وعمل العمليه وتم. هو محمد ابراهيم دوت مش بيلعب وتم اصابته مرتين وراح المانيا يتعالج. هي الاصابه دي في ايدي انا؟ احنا بنتكلم على اللعيبه الجديده اللي بتخش النادي يا سياده المستشار، هي المشكله في الجديد اللي بيخش النادي. هات لي لاعب مصاب زي مين؟ طيب هو علي في 4 بس الذاكره او الاعداد يقول اللعيبه المصابين اللي قعدوا كتير في نادي الزمالك، بس دي برضو مش غلطتك، دي غلطه لجنه طبيه. يعني حضرتك مطالب تعمل، انت عندك احسن دكتور في مصر طارق سليمان. دكتور طارق سليمان ده بنثق فيه كلنا، واكيد انت بتثق فيه طبعا. مظبوط. المفروض طارق سليمان ده يكون هو المسؤول الاول والاخير عن اي لعيب يخش نادي الزمالك. بعد ما حضرتك بتتفق من خلال اللجنه الفنيه بتحوله على طارق سليمان. لما طارق سليمان يقول لي الشناوي يلعب والشناوي ما يلعبش، يقول لي يلعب تمام، وبعدين البهوات اللي في لك وبيهاجم الواد غلبان، يا نهار اسود. انت عندك عمرو صلاح، هو حضرتك بتفكر انت جالك هديه من السماء عمر صلاح، مظبوط؟ اي حد بيتدلع عندك اتعامل معاه بموجب حقوقك القانونيه. انت ليه يقول اللي يقوله، اتصرف بالقانون اللي بيسمحه لك. يا اخي مدحت، ممكن تكلم فاروق جعفر قول له انت بقالك 4 ايام مع مرتضى جايبين ورقه وقلم في الطلبات اللي طلبها ايناسيو في اللعيبه بتعملوا ايه؟ ومش فاروق جعفر ده مستشار مجلس الاداره لشؤون الكوره، واخد بالك؟ وكان كابتن، انا اسف يعني كابتن من كباتن الزمالك الكبار، اساله قول له بقالك 4 ايام بتعمل ايه مع مرتضى في الطلبات اللي طلبها ناسيو. الراجل كتب ورقه احتياجاته، عايز مين في اليمين، عايز مين في راس حربه، النهارده عايز ده راس حربه جبت له 2 شونج دون واللي اسمه كاسونجو تمام. نعم. عايز باك اليمين شاف حازم امام قال يرجع، رجعنا له حازم امام. عايز حد في خط النص من اللي هو ابراهيم عبد الخالق، وبنتكلم دلوقتي في داوودة وكابوريا تمام. كل اللي طلبه بنجيبه له تمام. انا بس ليا طلب واحد، الزملكاويه يحبوا ناديهم بجد، مش لا بجد. طب اسالك سؤال يا مرتضى بيه، اسالك سؤال. هقول لك اتفضل. في حد فاكر حيدر باشا؟ طبعا. مين حيدر باشا؟ لا في ناس مش فاكرين حيدر باشا. حيدر باشا ده نادي الزمالك العظيم 22 سنه تمام. لا مرتضى ليه قيمه ولا حلمي ولا عامر، كل دول ماشيين. الناس تفتكر جون ايمن يونس، فاروق جعفر، حسن شحاته، عصام بهيج، احمد رفعت، دول صنعوا التاريخ، تاريخ نادي الزمالك طبعا. دول ذاكره الناس. نفسي بقى اللي في ذاكره الناس دي زي ما انا كرمتهم في النادي وعامل شوارع وميادين، يحبوا النادي ويدافعوا عن النادي بالحق، مش بالباطل على فكره، يدافعوا عن ناديهم بالحق. ولما برافو عليك. والنادي لما يكون عنده كبوه يقفوا وراه، مش يشمتوا فيه. طيب انا بقول وراه لما الباب برضو يتفتح ان هم يجوا يخشوا، لما تستشيرهم، لما تعوزهم تقول لهم تعالوا، واللي يقول لك لا تقول على الهوا انه قال لا. لكن كل ولاد النادي طبعا يحبوا يخدموا نادي الزمالك، ونادي الزمالك في الناحيه الفنيه محتاج كل ولاده.
انا مش كنت باخد رايي في كل حاجه لغايه ما حصل الموقف بتاعك ده، مش عايز اقوله على الهوا. الموقف ده حصل ما حصلش ده مش مظبوط، وانا قلت لك مش مظبوط. خلاص، ما انا برضه انا بشر يا استاذ مدحت. لما يكلمني واحد من مشجعين الزمالك الكبار، واحد من الالتراس بيوقع يا ريت. لا 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 لا، ده راجل اسمه محمد يحيى محترم، كلمني الراجل. لا ده من الالتراس طبعا. لا لا مش ده محمد يحيى، ده راجل قبطان محترم. ينفع استاذ مدحت ما كنت باخد راي ايمن مش كل حاجه، واخد راي حازم وفاروق جعفر 24 ساعه. بيقول له اقفوا ورا الزمالك، واقفوا ورا مرتضى منصور ده رئيس النادي. لا انا واقف معاك طول عمري، بس لما هو الاخ ده يقول كلام لا يليق برئيس نادي الزمالك فانا برضو كمان برد. انت في الاخر حضرتك رئيس طيب نادي الزمالك، دي حاجات انت رمز لاهم مكانه عندنا كزملكاويه، رئيس نادي الزمالك. لما الراجل يقول انت تقف ورا رئيس نادي الزمالك وهو بيضرب ده ولا بيشتم ده ولا بده، قلت له عفوا انا ما بقفش ورا ده. رئيس نادي الزمالك ليه مكانه اخلاقيه كبيره عندنا. مش مشكله كل ده يا كابتن مدحت. بالظبط، مش مشكله كل ده. اساله اسال ايمن يونس. كنت بساله كل يوم اللاعب ده واللاعب ده، اللاعب ده واللاعب ده، المدرب اساله. لا احنا بنتسال على المدربين يا سياده المستشار، وانا بطالبك رسميا تعمل لجنه من ولاد النادي، واللي يقول لك لا تطلع على الهوا تقول قال لا، من ولاد النادي المحترمين اللي بتثق فيهم وبتثق في رؤيتهم الفنيه، واعمل لجنه فنيه، واللي يقول لا اطلع على الهوا قول قال لا. يا اسمع ايمن، مفيش على قدام مصر كلها مفيش مدرب اجنبي درب في الزمالك الا بموافقه 3: فاروق جعفر، ايمن يونس، حازم امام. ومفيش لعيب لو سمحت يخش نادي الزمالك الا بموافقه اللجنه الفنيه. واعمل لجنه فنيه يا سياده المستشار. طب المدير الفني كاتب بقى مش عايز فلان وفلان، كاتب 14 تقعد مع اللجنه الفنيه ان المدير ده ممكن يمشي واللعيبه دي تقع في ارابيزك وتدفع فيهم الملايين، وانت في الاخر لسه بتشتكي بتقول انا بعمل كل حاجه وانا اللي بقولان في الاخر. فانت تجيب لجنه فنيه وتخلص نفسك من الموضوع ده. ما هي اللجنه الفنيه موجوده، راحت فين؟ مفيش. انت قلت المستشار بتاعي الكابتن فاروق جعفر ده كابتننا وراجل محترم وعلى عين. لجنه فنيه بعد اذنك 3-4 لعيبه ليهم 3-4 اراء عشان ينتقوا الاحسن لنادي الزمالك. ايمن لا ده فاروق جعفر مستشار مجلس الاداره كرويا بقرار مجلس الاداره، مش جايب واحد صاحبي ماشي معايا، خلي بالك. وانا كنت باخد رايك لغايه ما هذه الوشايه الصادقه او الكاذبه وصلت لي. انا بشر في النهايه يا استاذ مدحت. اتعامل يا سياده المستشار بشكل رسمي، واخد بالك. المهم انا ببارك للنادي الاهلي. تمام. روح جميله، روح جميله بالنسبه لي انا. لقيت الاهلي النهارده ابدعوا خلاص باقل مجهود. لعيبه الزمالك كانوا نازلين خايفين تقريبا ما كانش عندهم الدافع. ممكن لعيبه الاهلي عندهم الدافع انه ينهي الدوري من غير ولا هزيمه 7 مرات من مره. لعيبه الزمالك انا قلت لهم يا اخي يعني صالح جماهيرك رقم 1، 2 دافع عن شرف فنيلتك رقم 2، 3 بطوله خاصه، بطوله افريقيا. كون بقى ان في لعيبه بتاعت نازله مرعوبه منقوره خايفه، كون المدرب عمل تشكيل ولما عدل التشكيل الزمالك فاق. كل دي حاجات فنيه مش هتكلم فيها، انا بتكلم في الحاجات اللي بتألمني انا كرئيس نادي الزمالك. يا جماعه ابعدوا الانتخابات والخلافات الشخصيه عن كيان عظيم اسمه نادي الزمالك. اختلف معايا كما تشاء كمرتضى، تمام؟ لكن لما تيجي عند الكيان ده لا ما تقعد تشهدم فيه، واصل رئيس مجلس الاداره اصله غير، يعني لا تفرض يا اخي عايز اغير مثلا يعني. ما انا برضه بشعر في النهايه هيقول لك ايه وده المدرب رقم 19 وبيغيروا زي ما بيغير مش عارف كرافتاته وتخش في القصه دي. انا عايز بقى الزملكاويه بقى احمد رفعت واحمد مصطفى وابو رجيله والاخ طبعا الاخوه حسن شحاته يا راجل انا خايف اجيب مدرب زملكاوي مدير فني زملكاوي بيتحارب يا مدحت وخد من انا عندي حلمي طولان وعندي حسن شحاته، انا بكلمك بصراحه، وعندي مين تاني؟ عندي اسماء من مدربين زملكاويه اللي كانوا طارق يحيى. ليه بيتحارب؟ ما كله وقف مع محمد حلمي وكله وقف مع كل المدربين اللي انت بتجيبهم يا سياده المستشار. لا انت بس معلش انت مش جوه النادي انا جوه النادي. مالناش دعوه بالجنينه، احنا بنتكلم على من بره. هو مش استوديوهات تحليليه وقفت مع كل ولاد النادي. ثانيه واحده، هو مش بشير التبع ده ابن النادي طلع على الهوا وقال لك محمد حلمي ده فاشل 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 قبل ماتش ولا يستحق انه يكون مدير فني ولا مدرب حتى في نادي الزمالك. لكن لو احنا مشينا بقى ورا كل واحد بيقول عمرنا ما عمرنا هل كان بيمثل رايه الشخصي ولا استوديو تحليلي؟ خلينا كابتن هو بيتكلم بيتكلم راي شخصي. خلينا اقول حاجه كابتن ايمن بعد اذنك. بص يا مرتضى بيه، طبعا اولا هارد لك ده 100% وهي مباراه للنسيان وبتحصل مباراه يا بيدي ومباراه تحصيل حاصل لا كانت هتودي ولا كانت هتجيب، ده 1. 2 برضو كل واحد يقول لو سمعت لكل واحد هتتعب جدا وهتبقى في النهايه
في تشويش على الافكار. لكن من المؤكد وده انا بضم وجهه نظر كابتن ايمن، لو حضرتك عملت لجنه فنيه وثبتها واشركتها مع المدير الفني، اعتقد هتريح دماغك من صداع كبير ويخرج جدا بره جدا كل المواضيع جدا. وما لكن يتعرضش في لاي النهايه كلام. هارد لك يا مرتضى بيه، وفي اللي جاي يلا يبقى حصل احسن خير ان شاء الله. النادي الاهلي بطوله الدوري ان شاء الله. ولما اجي دلوقتي بس عايز اقول تاني حاجتين مهمين. لما الزمالك بيكسب تاني عبقريه المدرب واللعيبه الرجاله، لا الزمالك بيخسر هتقولي مرتضى منصور. دي كرة القدم. مرتضى منصور رئيس النادي في الانتصار، رئيس النادي في الانكسار، ما بهربش مسؤوليه. ادي واحد. اثنين، قعدتوا تقولوا بيتدخل في شغل فريرا اللي هرب راح 200,000 كله، راح كان بياخد 48,000 اخد 200,000 يا كابتن مدحت. كل شيء اقول لك هو اللي بيطفشه، لا اللي طفشه الفلوس الدولارات. تمام، كان بيتدخل في شغل فريرا، خدنا دوري وكاس. قولوا لي بقى على الهواء، اتدخل يا استاذ مرتضى من فضلك اتدخل، لانك لما بتتدخل بتاخد بطولات. انما انا جاي متربصتك، عايز اعمل معاك مصيبه، انا افضل منك. الكتالوج هيريح الناس كلها يا مرتضى بيه، الكتالوج هيريح الدنيا كلها ان شاء الله. شكرا وارض لك الله يبارك فيك، ربنا يكرمك. يعني مكالمه كنا نحب من بدايتها نهايتها تنتهي وتبدا بنفس الروح اللي انتهت بيها. في شويه زعل نتيجه النتيجه، بندي العذر فيها، ما فيش مشكله خالص. لكن في النهايه اتصور انه الامثل زي ما قال الكابتن ايمن يونس ان تكون هناك لجنه فنيه مستقره مع المدير الفني، ووجود رئيس النادي او من ينيبه داخل هذه اللجنه تتولى من الالف الى الياء، ورئيس النادي يبقى في منطقته رئيس